يا مساء الأنوار، مساء الأنوار ومساء الخيرات. جمعة مباركة عليكم. وحشتوني جدا جدا جدا. عاملين ايه في الحر ده؟ عايزة اتكلم معاكم في موضوع مهم، وبعدين لقيتني حرانة كده والدنيا حر قوي. فقلت برضو لازم في اخر الحلقة كده اتكلم معاكم عن العزل الحراري. انا كنت اتكلمت عنه ولخصته من كذا سنة. أم، اتكلمت فيه يعني. واتكلمت عن البيوت اللي لسه طوب والبيوت اللي متشطبة، وازاي تعزل الحرارة فيهم هما الاتنين، والبيوت اللي ساكنة. جو حر جدا 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 جدا. طمنوني على الصوت. وبعد ما نخلص كلام عن أهمية الفرش المعماري قبل التنفيذ أو المعماري المفروش، هنتكلم عن العزل الحراري للمباني. هنلخصه. أنا كنت يعني عملت له لايف لوحده وحط لكم اللينك بتاعه، ده العزل الحراري للمباني. بس برضه هنتكلم عنه النهارده بما ان يعني الجو حر جدا. بس قولي لي عاملين ايه وطمنوني على الصوت. ايه الاخبار؟ ومين حران والتكييف مش عامل حاجه؟ التكييفات ما بقتش تعمل حاجه في الجو ده. آه، وحشتوني جدا جدا. انا الشهر اللي فات تقريبا ما دخلتش كتير لايفات. ده بسبب ان انا يعني شهر 7 كنت مخففة شوية في الشغل بسبب الحر، ولانه شهر عيد ميلادي فكنت وقال اجازات. قلت بقى ادخل احنا يعني ندردش مع بعض، لينا مدة ما دخلتش لايف. نبدأ بايه؟ بالعزل الحراري ولا بموضوع المعماري المفروش؟ يعني موضوع المعماري المفروش لازم، هو ضروري جدا. حضرتك لما تبقى رايح تشتري او تبني عقار، آه، المراحل بتاعة رسومات المشروع بتبقى عكس مراحل البناء. يعني ايه يا باشمهندسة؟ يعني احنا طبيعي بنعمل المبنى الاول السكيلتون او الاساسات، الخرسانة، الاعمدة، البلاطات بتاعت كل دور. وبعد كده بنكسي المباني بالطوب، ونقسم الطوب، وبعد ما نقسم الطوب ونشطب بنحط الفرش. لكن التصميم المعماري واحنا بنتعلمه بيعلمنا نفكر بطريقة عكس. يعني بناخد الموضوع من الاخر للاول. بنوزع الفرش جوه التيبيكال فلور او الريسيدنشال فلور او الدور السكني، بنوزع فيه كل الفرش وكل الاحتياجات. وبعد ما بنوزع الفرش بطريقة كويسة بنبدأ نحط الأعمدة اللي هتشيل المبنى في الأماكن اللي احنا مش محتاجينها في الفرش أو مش ضرورية، أو مسارات الحركة، أو بطارية الحركة. يعني مسار الحركة يعني الحركة داخل المبنى. بطارية الحركة، المسارات الحركة اللي هي الحركة داخل المبنى بطريقة أفقية. بطارية الحركة هي الحركة الرأسية اللي هي عبارة عن ايه؟ السلالم او الاليفيتورز اللي هما المصاعد يعني، او بلغتنا احنا الاسانسيرات. علينا وعليك يا مستر يسري، اهلا بيك. تابعونا بقى في اخر اللايف، هتكلم على ضرورة العزل الحراري
وازاي برضو ان احنا نستفيد من التكييفات اللي موجودة عندنا اقصى استفادة. ايه انواع التكييفات اللي هي بتدينا efficiency عالية. هتكلم كده النهاردة لايف دسم، بس عايزاكم تشجعوني كده معلش انا شكلي مرهق شوية، انا كنت واخدة دور في الحر ده ومش عايز، يا دور الصيف بيبقى ارخم من دور الشتاء فعلا، صدق اللي قال كده يعني. خلوا بالكم من نفسكم بقى. فكنت بقول ان احنا بنفكر على الرسومات او على الورق قبل ما العقار يطلع للنور بطريقة عكس البروسيس او الخطوات او مراحل التنفيذية للمنشأ في الموقع. يعني بنفرش الاول، نوزع الفرش، بعدين بنحط الاعمدة في الاماكن اللي ما تعوقش الفرش او الحركة داخل الفراغ، وبعد الفرش بنبدأ نحط زي ما قلنا الأعمدة والبطارية الحركة ومسارات الحركة بتبقى قبل ما نحط الأعمدة الخرسانية والمباني. يبقى أول حاجة الفرش، بعد كده المباني اللي هتفصل ما بين كل غرفة والتانية، وآخر حاجة الأعمدة. وطبعا بندرس مسارات الحركة علشان ما نحطش فيها يعني دراسة الفرش بتكون معها دراسة مسارات الحركة علشان ما نحطش الحوائط او الطوب في اماكن تعوق الحركة لينا كبشر وبحجمنا اللي هو المعروف او الستاندرد اللي هو بنحتاج ممرات مش اقل من 1.20 متر، وبنحتاج ابواب مش اقل من 90 سنتي في الغرف و70 في الحمامات. 90 بتاعة الغرف علشان نعرف ندخل احتياجاتنا كمان جوه الغرفة. بس الإنسان الطبيعي ممكن يعدي في 70 سنتي، لأن العرض بتاع الإنسان 60 سنتي أو 65 سنتي في الحدود دي. طيب عايزة أقول لكم نشرح كده مع بعض موضوع الفرش قبل المباني، يعني دراسة الفرش ومسارات الحركة. ده بيساعد ان احنا نحط الفرش بتاعنا بطريقة مريحة جوه الفراغ، وما يكونش فيه عوائق للحركة ولا مساحات مهدرة، يعني مسارات حركة اكبر من اللازم. فده بيراعي حتة ان احنا نشتري العقار او الشقة مثلا لو 100 متر يبقى كل زاوية فيها ليها استخدام، مفيش هدر في المساحة، لان النهاردة المساحات اقل سعر للمتر غالي جدا. فبالتالي المعماري مفروش ضرورة. فانا بنصح اي حد بيشتري عقار جديد لازم يتأكد ان المعماري اللي هو بيشتريه ده ينفع او يصلح للاستخدام والفرش. طيب ايه المباني او ايه مشكلة الحاجات اللي هي ما بتبقاش مدروس الفرش فيها؟ بتبدأ تظهر المشاكل بوضوح في المساحات الضيقة، وطبعا برضو بتبقى موجودة في المساحات الكبيرة. وكل ما مساحة العنصر الإنشائي بتبقى أصغر كل ما المشكلة بتبقى أكبر. يعني مثلا الحمامات لو مش مدروس مساحتها كويس جدا بناء على الاستخدام، معروف مكان التويلت والحوض، دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا لكل اللي بيدخلوا يشتغلوا في المنشأ، من أول السباك الكهربائي اللي بيستخدم كمان المكان. فالتويلت ليه اورينتيشن معين، ليه مكان معين، ليه مساحة معينة لازم بتتراعى قبل ما بنعمل المساحة بتاعة الحمام. كمان مساحة المطبخ بتبقى لو مش مدروسة نبدأ نحتار بقى في مكان التلاجة والبوتاجاز والحوض والكده. فمن البداية لما بيبقى معمول حساب كل المساحات دي من البداية في الرسم بناخد شقة محترمة حلوة بيبقى كل متر فيها ليه استخدام. انا بس بشوف الصوت.
طيب هقلب الكاميرا، هنتفرج مع بعض على تمام هنتفرج مع بعض على تصميم معماري 2D. موجود هو موديل جاهز يعني. علشان بس اغلب الناس بتسألني لما بتجيني بقى برسم تصميم معماري يقولي ايه مشاكل التصميم ده، وبيبقى كل اللي موجود في الرسم 4 حيطان ودايما شلتول وعرض. فانا يعني برد واقول طالما مش مفروش ومش معمول حساب العلاقات بين الفرش والمساحات، انا ما اقدرش احكم عليه اذا كان معيوب اصلا ولا لا. لازم الحاجة تبقى محطوط عليها ابعاد الفرش كمان، ويفضل الباقي ده للحركة والمشي حوالين الفرش، عشان ما نضطرش يبقى عندي مسار حركة الأوضة أو حاجة لباب، وابقى مضطر ان انا استخدمه مثلا في اني احط فيه يونت او كرسي انتريه او غيره. طيب خلينا نبص على موضوع ال 2D وال 3D وعلاقتهم بالفرش المعماري. بصوا كده، الرسم واضح. ده 2D لنموذج شقة، تمام، وده ال 3D بتاعها. اوكي، طبعا هي ايه مفروشة بالكامل. اوكي، انا هنا بتكلم عن معماري مش بتكلم عن ديكور، طبعا هنعرف الفرق ما بينهم. طيب التقسيم المعماري لما هنا راعوا مساحات الفرش، هنا ده الحمام بتاع الأوضة، المطبخ، السفرة والكراسي بتاعتها، دي القعدة بتاعتنا. هنا أوضة الأطفال، هنا سرير أوضة النوم والدولاب، وطبعا ده المدخل بتاع الشقة. نشوفه في 3D اهو، ده مدخل الشقة، ده المطبخ بالفرش بتاعه، الدايننج تيبل، وادي الليفينج. طبعا اللي بيدخل من البيت هنا بيمشي في مسار حركة، ففي المكان ده هو ما ينفعش يتحط فيه اي فرش يعوق الحركة، يخليني بدل ما امشي الحاجة بطريقة دايركت ابدأ ان انا امشي يمين وشمال و ده بيستنفذ مني طاقة، بيتعبني وفي نفس الوقت بيحسسني بعدم الراحة جوه الفراغ. فده كده المدخل بتاع البيت، دخلنا مسار حركة صريح. هنا القاعدة بقى بتاعت سكان البيت. هنا في أول حاجة بنلاقيها جنب الباب المطبخ، حبيت حضرتك تقفله تمام، حبيته تسيبه مفتوح بتشيل الحيطة. هنا بقى ده اللوبي بتاعت التوزيع أو اللي بتدي خصوصية للبيت أو الطرقة. اللوبي دي مهمة جدا علشان اللي قاعد في الصالون او اللي داخل من باب الشقة ما يشوفش الناس اللي طالع من الأوضة داخل الحمام، فيبقى فيه خصوصية كاملة للي عايشين في البيت. دي أوضة الأطفال بسرايرهم بالدولاب بتاعهم والمكاتب. هنا بقى لما اعوز احط اعمدة احطها في الاركان هنا بتاعة الحوائط، بعد دراسة الفرش ما عنديش مشكلة، لكن حد بقى يجي يحط عمود مثلا هنا بطريقة عشوائية ويبني عليها الحيطة، مش هتحقق لي المساحة الكافية لاني احط 2 مكتب ودولاب. هيبقى مثلا هستغني او هستعوض عن حاجة بحاجة، فالمساحة مش هتبقى كافية. فدي اهمية دراسة الفرش. هنا كمان مثلا عملنا الحوض كده في وش الباب والبانيو والتويلت، ففرشنا الحمام بطريقة كويسة. هنا بعد كده تقدر تحط زي ما انت عايز أعمدة مثلا في الأركان برضو بتاعة الحائط دي اللي بتشيل المنشأ.
ده سرير، اوكي، وهنا الدولاب بلت-ان او في الحيطة. انا هنا برضو عندي استغلال كامل للمساحة وخصوصية كاملة لأوضة النوم جوه اللوبي. فالتقسيم المعماري المفروش مهم جدا. طبعا في عنصر انشائي او معماري الناس كلها بتنساه او تاخدش بالها منه، وهو الانترنس او مدخل البيت. مدخل البيت مهم قوي، لان الضيوف اللي بتجيلنا في البيت، في ضيوف بتدخل معانا لغاية الريسبشن وبتقعد وتقضي اليوم معانا. في ضيوف مهمين بيقعدوا معانا وممكن يبيتوا، وفي ضيوف ما ينفعش ان هي تشوف اي تفصيلة في البيت، واللي هيمنعهم انهم يشوفوا تفاصيل البيت هو الانترنس. يعني لو في حد واقف هنا انا ما ينفعش ندخله، زي مثلا محصل، دليفري. الناس دي مش صح ان هي تكون بتكشف البيت كله بالكامل لما يبقى باب البيت في وش المكان ومفيش حيطة او بارتيشن او حاجز يحجز رؤيتهم عن تفاصيل البيت بتاعي. فمن العناصر المعمارية زي المطبخ، الريسبشن او الليفينج، السفرة، غرف النوم، الحمام، في عنصر مهمل شوية او عنصرين كمان، هما الانترنس واللوبي او الطرقة. الطرقة بنلاقيها اوقات كتير، لكن الانترنس مش دايما بنلاقيه. نرجع لل2 دي بتاع البيت ده. احنا بصينا اهو كده على المكان اهو، اوكي. بعد كده بقى الديكور، اللي هو كل ما هو ماتيريال للأرضية ماتشنج مع الكراسي والحاجات دي كلها. دي ستيب 2 بعد ما بنكون وزعنا الأماكن الأساسية للثلاجة، الحوض، البوتاجاز، الفرش. بنبدأ بقى نغير مع الكلاينت أو العملاء درجات ألوان الأرضيات مع الحيطان مع الفرش، ونعمل حاجة اسمها سبيرت لكل زون في المكان، تبقى السبيرت بتاعتنا. ده طبعا هنا الليفينج، وده مكان التلفزيون، اوكي. فالروح بقى بتبقى من خلال ان احنا نوحد الوان الاقمشة. الكاوتش برضو، بالنسبة للاخشاب نحاول برضو ان هي تبقى الوانها مريحة. طبعا زي ما قلت ده موديل جاهز، وادي ال2 دي بتاعه نفهم منه يعني ايه معماري مفروش. هو ده بقى المعماري المفروش اللي بقول لحضراتكم. اي بيت او اي شقة متقسم مكتوب بس هنا غرفة حمام مطبخ وليفينج من غير ما يتفرش ويدرس اماكن الفرش، التلفزيون فين والقعدة فين والريسبشن بالكامل يبقى واضح قدامي، ده مش هيبقى مفيد. هنا هو فتح شباك برغم ان هنا في فتحة باب بلكونة، وده علشان مسار حركة تاني، وهو مسار حركة التهوية او الهوا هيخش من هنا وهيمشي كده، فهيهوي كل البيت. لو كان اكتفى بالباب بتاع البلكونة بس، كانت التهوية هتبقى الهوا بيدخل ويطلع من باب الشقة وخلاص، على كده بيدخل في مسار واحد يعني. فتوزيع مسارات الهواء من الحاجات المهمة جدا في التهوية، زي بالظبط دراسة مسارات الحركة. فهنا ده ال2 دي بتاع ال3 دي، ده مهم جدا يكون معايا وانا باخد بيت او شقة معماري مفروش، فيلا، اي حاجة على فكرة، حتى المباني الادارية. تمام. طيب، اتكلمنا عن المعماري المفروش واهمية ان احنا ندور على معماري مفروش للبيت بتاعنا قبل ما نشطبه. لو مش معمول معماري ليه مفروش، بنطلب من اي مهندس معماري يعمل لنا دراسة للفرش قبل ما تشطب،
لان وانس انت حضرتك شطبت وظهر عندك مشكله في توزيع الفرش او مسارات الحركه او هادر مساحه، مفيش امكانيه ان احنا نرجع تاني، وبتكون طبعا صرفت مبالغ كبيره جدا على التشطيبات او بنود التشطيبات. فلو حضرتك حاسس ان المعماري بتاعك مش دقيق، الجأ لأقرب مهندس معماري يدرس معاك الفرش اللي حضرتك محتاجه بناء على الاحتياج بتاعك. طيب شكرا يا مستر أشرف، ربنا يخليك. يعني أي حاجة نقدر نلحقها قبل التشطيبات. بعد التشطيبات بنبدأ نلجأ لحلول الديكور، اللي هي بقى ترابيزة سفرة بتتفتح بتتقفل، كنبة بتتفتح بتتقفل، مش عارفة دولاب جنب السرير، مش يعني، ودولاب بنضطر نتغاضى عن مساحته يبقى صغير. بنحط بقى حاجات جنب بعض، بدل ما بنجيب بوتاجاز 6 عين او 5 عين، بنجيب بوتاجاز 4 عين علشان مفيش مساحة. فكل الحاجات دي لا، طب ما ليه من الاول انا عايزة بوتاجاز كبير وعايزة دولاب كبير وعايزة اشوف حد يساعدني بتكسير بسيط او بتعديلات بسيطة خالص في المباني من البداية قبل ما البيت يتبني، نحصل على اللي احنا عايزينه. طيب علشان انا طبعا واضح ان دور البرد مش عاتقني يعني، والكلام صعب، هتكلم معاكم شوية عن موضوع العزل الحراري. فكرة العزل الحراري في المنشآت السكنية او المباني السكنية بقت ضرورة دلوقتي. طيب هل هي مستحدثة او حاجة جديدة؟ لا، هي حاجة من قديم الازل. الفراعنة كانوا بيعملوها لانهم اوريدي بيوتهم كانت من المواد الطبيعية اللي هي احجار، طوب، لبن، كل دي حاجات بتعزل الحرارة جوه البيوت، فما كانوش بيحتاجوا، برغم ان هم في نفس المكان او كانوا عايشين في نفس المكان، ما كانوش بيعانوا في بيوتهم زي ما احنا بنعاني دلوقتي. كذلك اجدادنا، حضرتك لما بتروح بيت قديم في بلد قديمة، في بلد ارياف يعني او في بلد في الصعيد، مش بتلاقي درجة الحرارة عالية جوه البيوت زي هنا او زي في المدن يعني. وده برضو لان ليه اسبابه، لان هما بيوتهم البسيطة دي مبنية بطريقة معمارية او بمواد ملائمة للبيئة اللي هي درجة حرارتها عالية، برضو الطوب الني والاحجار وغيره. كمان حتى لما كانوا بيستخدموا الطوب الاحمر ما كانوش بيستخدموا نص طوبة، لا كانوا بيبنوا طوبة كاملة، فده كان بيعمل عزل حراري. فدي اول حاجة برضو من الحاجات اللي حضرتك تتأكد منها وانت بتشتري الشقة، وهي على الطوب تتأكد الحوائط الخارجية اذا كانت طوبة ولا نص طوب. لو طوبة يبقى انت كده عندك عزل حراري بنسبة كويسة. ازاي تعرف ده؟ عن طريق انك تقيس تروح عند اي شباك على الواجهة وتقيس العرض بتاع الكتف بتاعه. لو العرض بتاعه اكتر من 15 سنتي، يبقى كده يعني 20 او 25، يبقى كده دي طوبة كاملة. تمام. طيب في حالة بقى ان المباني التجارية اللي هي بنشتريها دلوقتي، اللي هي شغل المقاولات، اللي هو يعني الناس بتعمله وبتسترخص واقلب ويجري، ومفيش رقابة ومفيش متابعة من الهيئات، نعمل ايه لو احنا اشترينا شقة واكتشفنا ان هي نص طوبة؟ فورا حضرتك تتكرم وتعمل انت الطوبة التانية، النص طوبة التانية. ويحبذا بقى لو سبت بين النص طوبة والنص طوبة مسافة صغيرة 5 سنتي، تسيبها هوا، المسافة اللي ما بين النص طوبة دي والنص طوبة دي ممكن تتساب هوا او تتحشي بعزل حراري من الشيتات الزرقاء دي ما بين الطوبتين. وبعد كده في الطوبة التانية اللي انت بنيتها تبدأ تمحر وتمعجن وتشطب عادي خالص. طيب دي اول حاجة ممكن تعملها علشان تعزل حراريا البيت. طب يا باشمهندس، انا اشتريت الشقة وكانت متشطبة
ومش ناوي اكسرها والحيطة طلعت نص طوبة، اعمل ايه؟ قدام حضرتك كذا حل، علشان طبعا الطوبة التانية دي هتحتاج ان انت تمحر وتدهن كذا سكينة معجون. الحل التاني ان حضرتك تعمل بالجبسون بورد الحيطة التانية دي وتحط ما بينهم العزل الحراري. وبكده انت قدرت تاخد برضو الافيشنسي بتاعة العزل الحراري بطريقة كويسة. وطبعا الجبسون بورد مش هيبهدل الدنيا زي المونة والاسمنت والطوب والزلط يعني والطوب قصدي والاسمنت والرمل والكلام ده كله. طيب ده كده بالنسبة للعزل الحراري عشان الحوائط. يبقى انا برضو الرسم اللي كنت بوريه لحضراتكم دلوقتي هوريه لكم تاني. ال2 دي كل الحوائط الخارجية 25، الحوائط الداخلية هي فقط 12 سنتي. نشوفه تاني دلوقتي اهو. بصوا الحوائط الخارجية 25 سنتي او طوبة كاملة اهي، كل ما هو خارجي، حتى كمان اللي ما بينك وما بين الجار. اما الفواصل الداخلية او القواطيع الداخلية اللي هي بتفصل بين نفس البيت، بين الليفينج والاوض او بين الاوض والحمامات، هي فقط اللي تخانتها نص طوبة، الباقي كله طوبة كاملة. ده بيحافظ على الحرارة بتاعة البيت وبيعمل عزل بين حرارة البيت الداخلية وبين الحرارة الخارجية، فبيأخر هروب الحرارة. يعني لو درجة الحرارة في البيت قليلة وبره درجة الحرارة عالية، مش هتدخل بسهولة للبيت. فده العزل الحراري باختصار في العمارة. يا حظه ويا بخته اللي شقته طوبة كاملة من الخارج، ده بيحافظ على درجة حرارة البيت. وبرضو لو البيت متشطب ومش حابب الجبسون بورد، التجاليد او الكلادنج، يعني عموما اي تجاليد اي كلادنج بالخشب مثلا زي اللي ورايا ده كده خشب. الخشب برضو بيعمل عزل حراري كويس قوي. طيب ايه اهمية العزل الحراري؟ العزل الحراري بيوفر طاقة، بيوفر في استخدام الاجهزة، اجهزة التكييف، بيحافظ على البيت ضد الحرائق لا قدر الله، بيحافظ على الاساس برضو، لان اغلب الاساس بتاعنا خشب طبيعية، فالخشب عموما بيتأثر بالحرارة الزيادة. بيحافظ على طبعا البني ادمين والاحساس بالراحة جوه البيت، ده حاجة مهمة جدا. زي ما حضرتك دراسة المساحات وتوزيع الفرش جوه البيت هيساعدك على الراحة جوه البيت، كذلك توزيع التكييفات وان انت تحافظ على درجة الحرارة جوه البيت، والعزل الحراري هيساعدك على الراحة جوه البيت. يعني الحاجات دي بتعلي الكواليتي بتاع الحياة، كواليتي اللايف، ذا كواليتي اوف ذا لايف جوه البيت. الكواليتي مهم جدا عشان تشحن نفسك طاقة وتقدر تستقبل يوم جديد بمشاكله بأشغاله بحاجات كتير. طول ما البيت بتاعنا مريح كل ما هنقدر نشتغل اكتر، ندي اكتر، نعيش في راحة اكتر. طيب ليلتكم سعيدة، دعواتكم بالشفاء، وبشكركم على المشاهدة. كانت معاكم مهندسة مريم نشأت. باي باي.